ملعب الصقر على 887 FM راديو مصر، في كل مصر، في كل مصر. ملعب الصقر، ملعب الصقر، علي علي علي. برحب بحضراتكم من جديد. لسه مكملين معاكم في راديو مصر 887 ملعب الصقر. معاكم عمر ربيع ياسين علشان نتكلم في الأخبار اللي لسه هنقولها لحضراتكم مرة تانية. يمكن خلصنا معظم الأخبار اللي ليها علاقة بالنادي الأهلي، ولكن الناس بتبعت وتقول لي سيرينو، لاباكوجو، والتر بوليا، 3 لعيبة النادي الأهلي هيتعاقد مع مين فيهم؟ هقول لحضراتكم موقف كل لاعب علشان تكونوا معايا في الصورة. يمكن سيرينو في بارقة أمل بعد ما سان داونز استبعد سيرينو عن أول مباراة ليه في دوري أبطال أفريقيا، بالتالي اللاعب لن يشارك مع الفريق الجنوب أفريقي، وبالتالي في بارقة أمل بسيطة جدا ان هم او ان هو ما يكونش موجود، وبالتالي الاهلي ان الاهلي يتعاقد معاه في الفترة اللي جاية. يمكن معايا تليفون، فعلشان كده بس كنت سرحان في الكلام اللي هم يعني كانوا بيبلغوني بيه. ومعايا يمكن واحد من نجوم النادي الاسماعيلي، واحد من نجوم الدراويش اللي امبارح يعني كرة القدم يا جماعة هي مكسب وخسارة. كرة القدم روح رياضية، لكن انتمائك لما بيكون بيخش في شغلك فانت بتحط الانتماء على جنب، وبتخلي يعني شغلك هو الاساس. وبالتالي الكابتن محمد محسن ابو جريشة المدرب العام لنادي الجونة، اللي امبارح بنبارك له على فوز الكبير اللي حققوه ضد نادي الاسماعيلي، واللي بسببه تم اقالة ريكاردو وتعيين الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا لنادي الاسماعيلي. يا كابتن محسن برحب بحضرتك. تحياتي ليك حبيبي يا كابتن عمر، ربنا يخليك. اخبار حضرتك يا كابتن محمد؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. يعني اقول لك مبروك ولا هارد لك؟ لا زي ما انت قلت والله، المقدمه بتاعتك طبعا يعني انا يعني طبعا الحمد لله على المكسب. انت بتقابل فرقه كبيره، تاريخ كبير نادي الاسماعيلي، مكسب مهم جدا بالنسبه لنا. احنا كنا اول مباراتين لعبناهم تعادلنا فيهم، مع ان احنا كنا ادائنا الحمد لله كان جيد جدا. كنا ممكن نستحق في ماتشات كتير، ماتش الجيش او ماتش مصر اللي احنا ممكن نعطيه افضل من كده. الحمد لله ربنا عوضنا بماتش كبير قدام نادي الاسماعيلي في ظروف صعبه بالنسبه لهم وبالنسبه لنا. 5 بونت بالنسبه لنا حاجه جيده الحمد لله لحد الفتره دي بالنسبه ل3 ماتشات. ان شاء الله يبقى عندنا تطلع بس الفتره الجايه تبقى الامور افضل. عندنا المباريات اللي جايه كلها صعبه، انت عارف الدوري كله الماتشات كلها صعبه وكل الفرق مستوى قريبه من بعض. بالنسبه للنادي الاسماعيلي انا بالتوفيق ان شاء الله الكابتن طلعت بجهازه الجديد. اكيد المجموعه اللي قبل كده عملت اللي عليها وقدمت دور كويس جدا، سواء كابتن ابو طالب سواء كابتن عجوز، المجموعه اللي كانت موجوده مع الكابتن مع كوتش ريكاردو طبعا. ربنا يكرمهم ان شاء الله، المسؤوليه تبقى صعبه عليهم الكابتن طلعت، وربنا يوفقهم ان شاء الله الفتره الجايه في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي نادي كبير وان شاء الله يرجع بشكل مميز يعني. كابتن محمد، يمكن حضرتك واحد من اهم المهاجمين اللي كانوا موجودين في الكره المصريه ومع المنتخبات المصريه. عايز اسالك سؤال كده، يمكن سؤال بره الصندوق شويه، ولكن لو سالتك عن رايك في مستوى والتر بوليا تقول لي ايه؟ لا والتر مهاجم في ليفل مختلف تماما يعني. والتر حتى في التدريبات راجل اولا عنده منتاليتي كويسه جدا، راجل مركز كويس جدا في شغله، راجل عارف يعني ايه مسؤوليه عليه سواء تجاه الفرقه او تجاه شغله نفسه جوه ال 18. بيجتهد جدا في التمرين، وده اللي بيتهيألي بينعكس عليه في المباراه بشكل جيد جدا. ده اللي انا لاحظته عليه الفتره اللي فاتت. هو الماتش اللي فات كان مقفول عليه شويه، لكن هو المباراتين اللي فاتت هو عمل لنا عمق كويس، والماتش اللي فات برضه عمل لنا عمق كويس، وبياخد حتى المدافعين حتى لو هو في اي وقت من الاوقات يعني ما بقاش باين قوي، لكن في الاخر هتلاقي تحركاته كلها بتخلق مساحه جيده للعيبه. هو لعيب عنده سرعه كويسه جدا، بيتحرك بشكل جيد جدا، بيلعب بدماغه كويس جدا، عنده التمرير بتاعه كويس جدا. الحاجات اللي هي المواصفات بتاعت الفيرود اللي انت عارفها طبعا يعني. صحيح. انت راجل فيرود برضه، فهو يعني مكسب لاي تيم، وهو شغال معانا بشكل جيد جدا. طب يا كابتن محسن، يعني والتر بوليا ممكن الجونه يفرط فيه بشكل سهل، ولا يعني التفريط فيها يكون بصعوبه؟ بص، والتر جاله حاجات اكيد يعني، دي طبعا حاجات بتاعت مجلس الاداره والمجموعه اللي موجوده، كانت طبعا مع حسام الزناتي او الحصري هم المسؤولين عن الكلام ده. لكن انا شايف ان والتر جات له حاجات والناس مسكت بيه الفتره اللي فاتت، او ما اعرفش ايه الاحداث ماشيه ازاي، لكن هو شغال معانا لحد دلوقتي مفيش اي كلام على اي حاجه يعني. لكن يا كابتن بقى كلام الاهلي والزمالك ده حضرتك اكيد بقى يعني مش عارف عنه حاجه، عشان خاطر حضرتك يعني زي ما حضرتك قلت يمكن الموضوع ليه علاقه بالاداره شويه. بالظبط
كده، احنا مركزين الحمد لله في شغلنا كويس جدا، وهو الولد حتى يعني انا شايف ان هو كمان حتى مش الحاجات دي مش اغلب من تركيزه، هو مركز جدا في الملعب. الفتره دي ان شاء الله ربنا يكرمنا، بس اهم حاجه الماتش الجاي ان شاء الله. عندكم مباراه جايه صعبه جدا يا كابتن محسن. اسوان يمكن خارج بخساره تقيله قدام فريق مصري 3-0 مع الكابتن سامي الشيشيني، وبالتالي انا شايف ان المباراه اللي جايه حتى يعني ما بين فريقين محترمين جدا، وكمان ما بين جهازين على اعلى مستوى من الفنيات، كابتن رضا شحاته، كابتن سامي الشيشيني، وكمان بقينا نشوف وجوه جديده كابتن محسن في الدوري الممتاز، فده بيدينا امل ان الكره المصريه ممكن يعني تبقى بخير الفتره اللي جايه. لا الحمد لله والله، انا شايف ان الكل يعني رضا ما شاء الله عليه، كابتن رضا عامل شغل كويس جدا، وواضح جدا شغله، واضح جدا تاثير التكتيك بتاعه على الفرقه وشكل الفرقه عامل ازاي. كابتن سامي مدرب كبير وعامل تيم محترم جدا، فرقه اسوان فرقه منظمه كويس جدا في الحته الدفاعيه والتحولات بتاعتها الهجوميه كويسه جدا. تيم محترم. اكيد احنا بنحترم كل الفرق، وان شاء الله تبقى المباراه اهم حاجه تبقى فيها كوره كويسه، ان شاء الله يبقى ربنا حالفنا التوفيق بس فيها ان شاء الله. بتمنى التوفيق لحضرتك كابتن محمد محسن ابو جريشه، وببارك لك مره تانية على الفوز الكبير على نادي الاسماعيلي، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا. بشكرك كابتن محسن. طيب عايزين نكمل معاكم سريعا، عندي اخبار كتيره، خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل. 887 FM راديو مصر في كل مصر. نفسك يبقى في جيبك جنيه؟ دلوقتي مع برنامج مكافآت بنك القاهرة هتقدر تجمع نقط ببطاقتك الائتمانية وتدفع مشترياتك بالنقط في أي مكان جوه أو بره مصر أو أونلاين، أو تحول النقط لكاش باك، وكمان تحجز بالنقط تذاكر الطيران والإقامة. لا هتحتاج تكلم الكول سنتر أو تزور الفرع. علشان تعرف أكتر كلم 16 990. تطبق الشروط والأحكام. بنك القاهرة، فرص بلا حدود. وبعدين تكاليف صيانة النجيلة أخدت كل أرباح الملعب بتاعنا، ويا ريت الأرض مستوية، ده حصلت كذا إصابة بسببها. يبقى نروح للمتخصصين. شركة سكور جراس طورت أفخم الملاعب في الجامعات والمدارس والأندية، وشغلهم عالمي. ده نعرف ناس رجعت لهم التكلفة بعد أقل من سنة. اعمل أو جدد ملعبك بأحدث وأجود أنواع النجيل الصناعي من الجيل الرابع من سكور جراس بخصم يصل ل 50%. لمزيد من المعلومات كلمنا على 0100 4 4742. سكور جراس للنجيل الصناعي، الأفضل لكرة القدم. مش أي حاجة تسمعها تصدقها، ومش أي حاجة تسمعها تعجبك، إلا في راديو مصر. راديو مصر في كل مصر.